ولكن بعد كده الامور اختلفت تماما. منتخب موزمبيق لما احنا رحنا لعبنا تنزانيا قلنا الامور قريبه من منتخب، يعني في الكوره احنا بنلعب منتخب زي تنزانيا عشان قريب شويه من المنتخب الموزمبيقي يعني في الامور الفنيه. لكن فوجئنا ان الامور اختلفت حقيقه في المباريات الرسميه. شايف الماتش ازاي وشايف الاخطاء اللي موجوده لمنتخبنا مين يتحملها؟ هل اللاعبين مثلا كانوا مستسهلين بعد الهدف الاول، ولا الاداره الفنيه خصوصا بعد ما جبت جول؟ لا خلي بالك، انا بتفق مع الكابتن رضا في كلام كتير يا فاروق، لكن خليني اقول لك ان انت الهدف الاولاني هو سبب عدم التركيز لبعض اللاعبين، ان انت جبت بدري جون. ابتدت الفرقه تريح، ابتدت تمسك كوره، ابتدى يبقى في بطء شديد في الملعب. يمكن نص الملعب مش موجود. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن مش عايزين نتكلم، انت بتتكلم كوره زي ما قال الكابتن رضا. انا مش فاهم النني بيعمل ايه في الملعب لما يكون عندك بعض اللاعبين موجودين بره وبيأدوا بشكل جيد ورجلهم في الملعب وبقالهم فتره بيلعبوا بطولات، زي مصطفى فتحي وزي مروان عطيه وزي الناس ديت، وموجوده بره وبتلاعب لعيبه ما بتلعبش في انديتها وبتيجي بتشارك مع منتخب مصر. يبقى هنا في مجاملات. لما تيجي النهارده واحد زي ياسر ابراهيم، انا برضو بعيد. ما اتكلمتش ليه كده على النني في ماتش الجزائر؟ كانت لما كان كويس وقلنا كويس. انت ما لعبتش ماتش كويس يا فاروق من ساعه ما الراجل جه. انت ده ماتش ودي. الجزائر انت ماتش ودي. لا انا بتكلم على النني اشدنا بيه ان هو لعب كويس. مع احترام، فبالتالي هو راجل عنده ثقه. خلاص انا مش عايزك في الودي، يعني انا عايزك في الرسمي بقى. انا عايزك في الرسمي، مش عايزك في الودي. انا عايزك في البطوله. انسى انت النهارده لانك الودي ده انت ما عملتش مع منتخب غير تونس والجزائر، والاثنين احرجونا. فرقه كسبتنا والثانيه المفروض تكسبنا، احنا تعادلنا معاها. انت عندك النهارده، معلش مع احترامي، احنا مختلفين مع احمد فتوح ان هو اتاخد عشان عنده مشكله، لكن هو افضل ظهير ايسر موجود في مصر وفي افريقيا. النهارده انت ما بتبداش بيه ليه؟ انت لازم تكسب ولازم يكون عندك الطرفين ميتين. النهارده محمد هاني في اسوأ حالاته، النهارده ما طلعش وما عملش ولا اوفر. النهارده محمد حمدي ما تحس انه تايه في مشاكل. النهارده حمدي فتحي اللي هو كانت الميزه الوحيده اللي عنده ان هو بيضغط وبيقطع ويسلم، مفيش. لكن تحس برضه بيكمل كمان على وبعدين لكن انت النهارده يا فاروق تحس ان في عدم انسجام في الملعب. لكن لما بتيجي على الاخطاء، لا النهارده يتحملها محمد عبد المنعم واحمد حجازي. الجونين اللي جم سواء الجون الاولاني او الجون الثاني. لكن انت النهارده، حتى النهارده محمد عبد المنعم المفروض انا كلاعب دولي ولاعيب عندي خبرات وبلعب في اكبر نادي في مصر وفي افريقيا، ان النهارده ببقى شايف الكوره وشايف ظهري. الحاجه الثانيه كان واجب على احمد حجازي ان هو كان يغطي. احنا بنغطي بعض. نفس الجون الجون الثاني يا فاروق لو لاحظت ان انت محمد عبد المنعم راح ضغط، مين اللي المفروض يبقى واقف على رجله؟ انا خلاص، لان انا الراجل لو عدى مني زي ما عملها غمزه كده من فوق حجازي، هو راح هو والجون. انا ما بيعش نفسي، انا احاول ان انا اجري معاه حتى لو عندي بطء او ان انا مش هقدر احصله. كنت لازم ابقى واقف على رجليا، ما اروحش ان انا اروح بيع نفسي واخلص نفسي وانا عملت تاكلين وخلاص. لكن انا بكلمك سوء التجربه. لكن انت النهارده لا، الراجل بعض اللاعبين اللي موجودين، كل منتخب مصر على فكره بدون استثناء النهارده قدوا مباراه سيئه. ان انت كنت ممكن تكسب، مش في حالتهم، وحطيت نفسك يا فاروق في امور صعبه في المجموعه. لان انت خلي بالك، انت مطالب دلوقتي المباراه بتاعت غانا والراس الاخضر 1-1. ما انا بقول لك بصرف النظر انت لازم انت مطالب وحطيت على نفسك مصلحتنا نتعادل. انت حطيت نفسك في ضغوطات كبيره. انت مطالب ان انت تكسب الماتشين الجايين بصرف النظر بقى على غانا والراس الاخضر والفرقه دي. انت محتاج ان انت تكسب الماتشين اللي جايين على اساس تكمل في البطوله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاهلاويه وعشاق منتخب مصر في كل مكان، ما تنسوناش بلايك والاشتراك، بارك الله فيكم. طبعا تعادل بطعم الخساره من منتخب اضعف منتخبات البطوله، منتخب موزمبيق، ولكن لن نبكي على اللبن المسكوب. دورنا ان احنا ندعم منتخب مصر في المباراه اللي جايه، ان اهم مباراه لينا دلوقتي في البطوله هي مباراه غانا، لان عدم فوزنا بالمباراه ديت قد يعني رحلنا عن البطوله من دور المجموعات، ودي ما حصلتش من فتره طويله جدا لمنتخب مصر. فطبعا كان في 3 كوارث في التشكيل بسبب فيتوريا، واتكلمنا عليهم قبل سابق. ال3 كوارث دول متمثلين في احمد سيد زيزو، مش لانه لعيب سيء، لانه لعيب بيلعب في غير مركزه فما كانش بيعرف يدافع كويس. احمد سيد زيزو بطبيعه الحال ما بيدافعش كويس. وجود محمد صلاح في الجنب اليمين مع وجود احمد سيد زيزو اعترضنا عليه اكتر من مره. لو احمد سيد زيزو هتلعب يلعب يا اما بديل، يا اما محمد صلاح يكون مهاجم وهو يلعب طرف يمين. غير كده احمد سيد زيزو في الحته دي
مش هيأدي بالكفاءة المطلوبة بالنسبة للمركز ده. فمش عيب في أحمد سيد زيزو، أحمد سيد زيزو لعيب كبير جدا وإحنا خسرانينه في المنتخب زيه زي مصطفى فتحي لعيب بيراميدز. النقطة التانية وجود النني وهو لعيب مش أساسي في فريقه اللي هو أرسنال وما بيلعبش فترات طويلة جدا، دي أكبر سقطة من سقطات فيتوريا المعلم فيتوريا. أنت إزاي عندك لعيب بقيمة إمام عاشور ومروان عطية تقعدهم لصالح النني ولصالح وجود سيد زيزو في خط النص؟ كانت أكبر كارثة عندنا في الملعب هي خط النص. خط النص هو سبب الكارثة اللي كنا فيها في المباراة دي. لا اللعيبة كانت بتدافع كويس ولا كانت بتهاجم كويس. من هجمات مرتدة وسريعة من فريق موزمبيق المتواضع قدروا يحطوا فينا هدفين ويحطونا في موقف محرج، بالإضافة لتخاذل اللعيبة واطمئنانهم للنتيجة اللي جت بدري. ده خلى النتيجة للأسف تسير المباراة يسير بالصورة المفجعة دي قدام أضعف فريق في المجموعة ومن أضعف فرق البطولة. وللأسف ده موقفنا الحالي. عدم تأهلنا هيكون بسبب مباراة موزمبيق نمرة 1، بسبب اللي حصل فيها والتشكيل السيء اللي حصل من فيتوريا فيها والكوارث اللي كان عاملها في خط النص بتاعنا. أحمد حجازي، إن لو خط النص بتاعنا كويس أنا هيقدر يغطي على أحمد حجازي وعلى عيوب أحمد حجازي، لأن الفريق ده فريق متواضع. إحنا بنتكلم على أساس إن الفريق ده متواضع، مكناش هنسمح بالهجمات ديت على منتخبنا بداية من خط النص وبداية من الهجوم. إحنا لا كنا بنضغط فوق ولا بنضغط في خط النص ولا بنضغط في أي حتة من الملعب. وعشان كده لكن ما كانش الكورة مطوعانا إن إحنا نقدر نسيطر على المباراة بالصورة الكافية وإحنا نمنع الفريق ده يعمل علينا هجمات. عمل علينا هجمات وهو فريق متواضع وحط فينا هدفين. نتمنى إن شاء الله من مباراة غانا يكون تشكيلنا أفضل ونعالج عيوبنا وما نكبرش ونحط كل لعيب في مكانه المناسب. أنت لو أعظم لعيب في الدنيا ومش في مكانك المناسب مش هتأدي المطلوب منك، مش هتقوم بالدور المطلوب منك طبقا لكل مركز. فدي النقطة اللي لازم فيتوريا يركز عليها لو عايزين نتأهل. غير كده ولو مشينا بنفس الريتم ونفس الطريقة مش هنوصل ولا هنعدي من الدور ده أساسا، مش هنفكر في البطولة من أساسه. كنت علي وصيل، كنت من عشاق منتخب بلدك. ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.